العربيات ذاتيه القياده ثمنها مش بيكون بس هو ثمن العربيه نفسها، لا، في جزء من ثمنها بيدفع في السوفت وير او في البرنامج اللي مشغل العربيه. ولك ان تتخيل ان في بعض العربيات عشان تاخد تجربه ذاتيه القياده كامله، يعني العربيه تسوق لوحدها وتنقل من حاره لحاره، كل ده اوتوماتيك، انت محتاج تدفع لحد $200 سبسكريبشن او اشتراك في الشهر. وبعض العربيات التانية مجرد بس انك تاخد ابديت، انك تاخد تحديث جديد للسوفت وير بتاعها، اوقات ممكن تضطر انك تدفع فلوس. يعني كاني كده بقول لك عشان تاخد ابديت الجديد بتاع الاندرويد 13 مثلا او 14 انت محتاج تدفع $50. ومن هنا بقى انت تقدر تتخيل قد ايه البرمجه بقت داخله بعمق في حياه البشر. انسى بقى برمجه الموبايل وانسى برمجه الويب سايتس او المواقع، ده احنا دلوقتي بقينا بنبرمج عربيات. لان في الاخر البرنامج اللي بيخلي العربيه تاخد قرار ان هي تاخد يمين او تاخد شمال او ان هي تقف عشان في حاجه مش امان انت لو مشيت قدامها تخبط فيها، كل ده عباره عن برنامج. البرنامج ده شغال على كمبيوتر جوه العربيه. طب البرنامج ده بقى محتاج حد يبرمج، وعشان تعلم البرمجه على ما يبدو ان الموضوع صعب ومكلف وبياخد وقت، وبعد ما تعمل كل ده وتتعلم صعب برضو انك تلاقي شغلانه. ولكن احب اقول لك ان ده مش هو الصح. الموضوع بسيط ولكنه محتاج لخطه، مجموعه خطوات هتمشي عليهم اضمن لك انك هتلاقي شغلانه في السوفت وير. هات كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى نتكلم شويه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. بعد ما قطعنا شوط لا بأس به مكون من 12 فيديو عن أساسيات البرمجة، حبيت كده ناخد استراحة محارب ونرد على تعليق صديقنا أحمد اللي كان بيقول فيه أنا مبرمج فلاتر مبتدئ ومش ألاقي شغل فين، لو ممكن تساعدني بنصيحة او اعمل ايه. وزي ما الاجانب بيقولوا it's a good problem to have، يعني دي مشكله جميله ان هي تكون عندك، لان دي مشكله مهما طال الزمن هنقدر نلاقي لها حل. فصديقنا احمد هنا قطع شوط جيد جدا 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 ان هو اتعلم الفريم ورك بتاع الفلاتر. ولو ما تعرفش فالفلاتر ده هو عباره عن فريم ورك بيخليك تكتب البرنامج مره واحده بس بلغه اسمها الدارت، وبعد كده هو بياخد البرنامج بتاعك يترجمه لان هو يشتغل على الاندرويد وعلى الاي او اس وعلى الويندوز او ديسكتوب وكمان على الويب. ففي وجهة نظري ده واحد من اكثر اطر العمل او الفريم وركس الموجوده دلوقتي في الموبايل نجاحا وانتشارا وكوميونتي، لان في ناس كتير جدا بتستخدمه. فاهنيك يا احمد، ده كان اختيار موفق. ولو انت لسه في خطوه قبل الخطوه بتاعت صديقنا احمد لسه ما اتعلمتش الفلاتر، فانا هسيب لك تحت في صندوق الوصف لينك الكورس انا بلاقيه واحد من افضل الكورسات على الاطلاق اللي انا شخصيا خدتهم عشان اتعلم الفلاتر. ولكن بقى بعد ما هنخلص الكورس او بعد ما هنتعلم اي لغه برمجه هنلاقي شغل ازاي؟ في الفيديو ده انا عملت لك اطار عمل صغير كده او فريم ورك من 7 خطوات، لو مشيت عليهم انا اضمن لك انك هتلاقي شغل. تعالوا نتكلم عنه. اول خطوه هنعملها هنقوم رايحين على مواقع اللي الشركات بتعلن فيها عن الوظائف، زي مثلا في مصر في موقع اسمه وظف، في نيوزيلندا في موقع اسمه سيك او لينكدين اللي موجود في كل دول العالم تقريبا. وبعدين نبدا ندور على رتبه الوظيفه اذا كان سينيور او جونيور، يعني مبرمج مبتدئ او متقدم، واسم الوظيفه اللي احنا عايزينها، نقول مثلا جونيور فلاتر ديفلوبر، ونبدا نجمع كل الشغلانات اللي طالبين التخصص ده، ونبدا ناخد وصف الشغلانات دي ونقراه كده واحده واحده، ونبدا نفهم الشركات دي عايزين واحد بيعرف يعمل ايه. عاده في اعلانات الوظائف بيكونوا طالبين واحد مثلا في لوكيشن معين او في موقع معين، مثلا عايزين حد في القاهره، عايزين حد في اوكلاند، عايزين حد في مكان معين. وبالنسبه للسوفت وير موضوع المكان ده ما بقاش عامل كبير، بقى في امكانيه كبيره انك تشتغل من البيت او تشتغل عن بعد. ما تخليش ان اللوكيشن المطلوب ده يوقفك انك تقدم على الوظيفه. بس احنا لسه ما وصلناش نقطه التقديم، احنا بنقرا الاعلان نفسه، وعايزك في الاعلان ده تبدا تطلع شويه حاجات. زي ايه مثلا؟ في الموبايل عموما بينطلب مثلا ديزاين باترنز معينه. ديزاين باترنز هنتكلم عنها بعدين، ولكن هي عباره عن حلول هندسيه لبعض الحاجات. هتلاقي مثلا كلمات زي MVC MVVM MVI، هتقوم مطلع كل ديزاين باترنز الموجوده في الاعلانات دي. وبعدين كمل قرايه الاعلان، هتلاقيهم مثلا طالبين حد عنده خبره في الفاير بيز اوثنتيكيشن او الفاير بيز اناليتكس او اي فريم وورك او SDK او اطار عمل او بيئه تطوير هما بيستخدموها في الشغل بتاعهم. لان زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن SDKs وعن صندوق الادوات، كل شركه بيكون عندها set of tools، عندها صندوق ادوات، كل صندوق فيه مجموعه من الصناديق، فهم بيبقوا عايزين حد اوريدي شغال بالفريم وركس بتاعتهم او عنده خبره في الSDKs اللي هم بيستخدموها. هنجمع كل الديزاين باترنز، الSDKs، الفريم وركس، اساليب العمل. مثلا يقول لك انا عايز حد يعمل تيستنج ب TDD Test Driven
driven development. كل الكلمات المفتاحيه اللي تلاقيها في الاعلانات حتى لو ما تعرفش هي عباره عن ايه عايزك تطلعها. وهنا ننتقل للخطوه الثانيه، ان احنا ناخد بقى كل حاجه من الكلمات المفتاحيه اللي احنا طلعناها دي ونروح نقرا عنها. ادي كل واحده منهم نص ساعه قرايه. انا مش عايزك تكون عالم ولا خبره في الحاجات دي، انا عايزك بس لما اجي اسالك اقول لك يعني ايه MVVM هتقوم قايل لي موديل فيو موديل، ودي بتستخدم في 1 2 3 4 وانا استخدمتها قبل كده في كذا، او انا ما استخدمتهاش قبل كده بس انا عايز اتعلمها، او من اللي انا قريته عنها ان هي واحده من افضل الديزاين باترنز الموجوده. احنا كل ده بنتكلم انك راجل جونيور، فمش مطلوب منك انك تبقى عارف التفاصيل بالظبط او انك يكون عندك سابق خبره بيها. سابق خبره بيها دي حاجه كويسه جدا هتقوي من موقفك، ولكن لو انت قريت عنها ده كويس. لو رحت كده قلبت على جيت هاب هو ويب سايت موقع عليه اوبن سورس كود كتير، ممكن تروح تدور عليه مثلا على برنامج فلاتر مستخدم الام في اي الموديل فيو انتنت او اي حاجه فيها ستيت مانجمنت. الكلمات دي كلها كلمات هتلاقيها في الاعلان بتاع الوظيفه، بس مهم لما تلاقيها انك تروح تقرا عنها وتحاول تفهم ايه الحاجات دي. ولو قدرت تنزل مثلا كود زي ما قلنا من جيت هاب تقرا الكود وتحاول تفهم هو شغال ازاي، في الحياه عموما ده هيضيف لك كتير جدا، وفي الانترفيو خصوصا هيضيف لك انك رحت ذاكرت حاجه هم كانوا عايزينها. تاني الخطوه الثانيه هدفها ان انا لما اسالك عن الحاجه دي تعرف تتكلم عنها. وهنا بقى ننتقل للخطوه الثالثه وهي خطوه كتابه السي في. كل بني ادم لازم يكون عنده سي في بيز يعني اساسيه بيزك. انا عندي سي في مكتوب فيها اسمي وبياناتي وخبرتي والتعليم بتاعي، وبعدين بقى لما اجي اقدم على شغلانه هروح بقى اخد الفريم وركس والاس دي كيز والكي ووردز اللي انا طلعتها من الاعلان دي احطها جوه السي في. اكيد انت مثلا عملت مشروع التخرج بتاعك ده انت استخدمت فيه حاجه من الحاجات اللي هم طالبينها، فلازم تتاكد انك ذاكر الحاجه دي في مشروع التخرج بتاعك. او لو بتقدم على شغلانه سينيور وكان عندك سابق خبره عمل قبل كده، عدي على كل خبرات العمل اللي عندك في السي في وتاكد ان المكان اللي انت استخدمت فيه الاس دي كي او الفريم ورك ده انت كاتبه وكاتب شويه تفاصيل عنه ان احنا استخدمنا الاس دي كي ده في ان هو بيعمل كذا. وايوه لازم يكون عندك اكتر من فيرجن، اكتر من اصداره للسي في بتاعتك. لو انت بتقدم على شركات كبيره السي في بتاعتك هيكون شكلها مختلف عما تكون بتقدم على ستارت اب او الشركات الناشئه. الشركات الناشئه بيبقى عدد الناس قليل فهم بيختاروا الناس على الفرازه، عايزين بقى واحد عنده بقى ايه فكره ان هو يرمي نفسه في الكود ويشتغل ويحرق نفسه، راجل مبدع ودماغه شغاله، كل ده لازم يظهر في السي في بتاعتك. اما بقى لو بتقدم على شركه كبيره فهم مهم جدا عندهم ان هم يكونوا بيعينوا حد، والحد ده يكون بيحب الوظيفة وبيحب كده يقعد ويرسى وما عندوش مشكلة مع الرتابة الوظيفية، وهو متعود ان هو مش هو المكنة، هو عبارة عن ترس بيركب في المكنة عشان لما حد يدوس على الزرار هو يلف والتروس التانية تلف وكله يشتغل مع بعض. فكل نوع من الشركات اللي انت بتقدم عليها المفروض انك تعمل customized version، تعمل نسخة منقحة او معدلة من السي في بتاعتك وتقدمها لهم. هتحط فيها كلام عن نفسك على حسب الشركة اللي انت مقدم فيها، وهتحط فيها الفريم وركس والتولز والادوات اللي اتقالت في الاعلان بتاعهم واللي انت فعليا استخدمتها او قريت عنها او عندك خبرة فيها. وده مش بس عشان الشخص اللي هيقرأ، في مشكلة أعمق شوية إن بعض الشركات من كتر ما الناس بتقدم عندها بيستغنوا عن السكرينينج اللي هي أول خطوة في إن هم يبدأوا البروسيس بتاعت التوظيف أو معالجة الطلبات، بيعملوا سكرينينج أوتوماتيك. سكرينينج دي يعني حد بيقعد يبص على السيفيهات يقول ده ينفع ده ما ينفعش، ده ينفع ده ما ينفعش، على أساس الكلام اللي أنت كاتبه جوه السيفي. أوقات بقى هم بيستعيدوا عن شخص بكمبيوتر، والكمبيوتر ده بيقعد يشوف بقى الكي ووردز اللي موجوده عندك او الكلمات المفتاحيه او الكلمات اللي انت استخدمتها في السي في بتاعتك، هل هي توافق الاعلان اللي هم حطوه. هو بيقوم مدي سيستم كده يقوم مديله ده الاعلان بتاعنا ودي السيفيهات اللي جات لنا، يقوم السيستم اوتوماتيك يطلع له دول السيفيهات اللي مكتوب فيهم كلمات مفتاحيه من اللي موجوده في الاعلان. فعشان تتجنب انك تترفض من اول لحظه حاول على قد ما تقدر تحط في السي في بتاعتك كلمات مفتاحيه من الاعلان. الخطوه دي خدت وقت طويل ولكنها الصراحه هي تعتبر واحده من اهم الخطوات، لان هو ده مدخلك، ده اللي هيدخلك بس انك تعمل انترفيو. انت ممكن تكون كويس جدا 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 ولكن ما توصلش لنقطه الانترفيو، ودي كتير جدا كانت تحصل معانا شخصيا. خلاص عملنا السي في، تعالى بقى نروح نقدم. الروتين اللي انا شخصيا بحب استعمله ان انا كل يوم الصبح اول ما بصحى يا دوب اتوضى واصلي وبعدين اقعد بقى اشوف لينكدين واشوف مواقع التوظيف واطلع السي في بتاعتي وابدا ابعت للشركات شركه ورا شركه ورا شركه. وفي تاني يوم اقوم فاتح تاني قاعد نفس القعده، هلاقي جالي مثلا رفض، جالي قبول، جالي مش عارف ايه. الروتين بتاعي ان انا برد على الناس اللي رفضوني بقول لهم يا جماعه لان انا حابب اشتغل معاكم تاني في المستقبل، عايز اعرف ايه الخطا اللي انا عملته عشان اتجنبه، فقالوا لي انتوا رفضتوني ليه. بمنتهى الادب
وبمؤدب وبمنتهى الاحترافيه. اوقات ناس بترد عليك وتقول لك والله احنا رفضناك عشان كذا، اوقات ناس مش بترد عليك. صراحه الناس اللي ما بتردش دي انا قد يكون هم ما عندهمش وقت، ما عندهمش موارد كافيه ان هم يردوا، قد يكونوا ناس مش كويسين فهم ما ردوش، ولكن مش هنتكلم عنهم، خلاص هم رفضونا. وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نخسرهم، لان احتمال الشخص اللي رفضك ده مشي من الشركه وبعد 6 شهور لما تيجي تقدم هتتقبل، فمش عايزين برضو نخسرهم لان هم بس رفضونا. لان الرفض في حد ذاته مش معناه انك وحش، الرفض في حد ذاته معناه انك قد تكون غير مناسب من وجهة نظر الشخص ده لانك تدخل البيئة اللي عندهم. قد يكون مشكلة في البيئة، المشكلة مش فيك خالص. المهم هنبدأ نقدم ونمشي على الروتين بتاع كل يوم الصبح او كل يوم وقت ما انت تحب، يعني المهم ان هي بصورة دورية تبدأ تبعت CV بتاعتك وترد على الناس اللي ردوا عليك. خلاص الحمد لله بعتنا سيفيهات كتيرة جدا جدا جدا، وفي الاخر في حد قال لك تعالى نتكلم، فجالك قبول لمقابلة، قال لك طب تعالى دعوة، تعالى عندنا يوم كذا الساعة كذا، تعالى نقعد نتكلم مع بعض ونشوف انت ايه وضعك وتشوف احنا ايه وضعنا. اول ما يجيلك القبول ده او الدعوة دي، انت اول حاجة هتعملها هتقوم داخل على لينكد ان بتاع الشركة، الشبكات الاجتماعية بتاعت الشركة، الموقع بتاع الشركة، وتهرسهم هرس وتعرف هم بيقدموا ايه، وتعرف مين الناس اللي شغاله عندهم، والناس اللي شغاله عندهم جايين من خلفيات ايه. وعاده في الايميل بتاع دعوه المقابله الشخصيه بيقول لك انت هتقابل 1 2 3 4، بيقول لك اسماء الناس، تقوم واخد اسمائهم وتدور على لينكد ان وتشوف هم وظايفهم ايه، وتشوف التيم بتاعهم شكله عامل ازاي. قد تلاقي في حد مشترك بينك وبين الشخص اللي هيعمل لك انترفيو ده، فدي تبقى حاجه كويسه، انت ممكن تتواصل مع الشخص اللي بينكم ده وتعرف عنه اكتر عن الشخص اللي انت هتقابله، او تقول له ان هو يعمل لك ريكومنديشن، يعمل لك توصيه عند الراجل ده، بحيث انك لما تعمل انترفيو يبقى انت اوريدي واخد خطوه قدام، وان انت وصلت لحد والحد ده وصل لواحد من اللي هيعمل لك انترفيو، ويديله شويه فكره عنك وانك انت بني ادم كويس، او يقول له الراجل ده انا اشتغلت معاه وكان كويس. طيب احنا عرفنا، احنا دخلنا على لينكد ان عشان نعرف مين الموظفين ومين اللي هيعمل لنا انترفيو، ليه هنخش على موقع الشركه؟ انا راجل مبرمج موبايل هروح اشتغل على برنامج موبايل. بس انت لما تخش الانترفيو لازم تاخد بالك من حاجتين مهمين جدا، لازم تبقى عارف المنتجات اللي عندهم، وتبقى عارف المنتج اللي انت هتشتغل عليه او اللي يمكن تشتغل عليه. الحاجتين دول هيخلوك تقدر تقول لهم بقى حاجتين مهمين جدا. لما بتخش انترفيو انت بتحاول توريهم كل الجوانب بتاعه شخصيتك، فانت دلوقتي دخلت الموقع وقريت كويس عن المنتجات اللي عندهم، وفي منتج معين عجبك او انت حبيته نزلته على الموبايل وبدات تستخدمه، فعايزك تطلع منه حاجتين، حاجه عجبتك جدا، حاجه انت تقول لهم ممتاز ان انتوا عملتوها، تسقف لهم في الانترفيو تقول لهم انا نزلت البرنامج واستخدمته وفي حاجه عجبتني جدا 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 اللي هي الحاجه دي، وخليها حاجه جينوين، يعني ما تفتعلش، خليها حاجه فعلا تكون حاجه حقيقيه. وبعدين بعد ما تتكلم عن الحاجه الكويسه تتكلم عن حاجه ما عجبتكش. بس لما نيجي نتكلم عن حاجه ما عجبتناش مش هنقول لا ده دي كان فيها مشكله او دي كان فيها عيب، لا احنا هنتكلم بصوره بناءه. والله انا عجبني الابلكيشن ده وعجبني فيه 1 2 3 4، بس انا لقيت ان الزرار ده في المكان ده قد يكون مش احسن حاجه للمستخدمين. انا في بالي ان احنا لو نقلناه لنقطه تانية او في مكان تاني او ضفنا خاصيه معينه المستخدمين هينبسطوا جدا. في الحاله دي هم لما هيطلعوا من الانترفيو ده مهما كنت انت مش كويس، ولكن لا يزال انت شخص بتفكر في المنتج بتاعهم، لا يزال انت شخص عندك فكر، عندك حاجه في دماغك هتكون مفيده ليهم، حتى لو الحاجه اللي انت قلتها دي هم ممكن يكونوا هرسوها او جربوها او عملوا فيها اي حاجه مسبقا، ولكن يظل ان انت عندك حاجة احسن من اي حد دخل الانترفيو دي تانية غيرك، ان انت قلت لهم على حاجة، عن ميزة ممكن تنضاف، ممكن تتعين ممكن ما تتعينش، لان القرار ده في الاخر مش قرار شخص، ده قرار اكتر من شخص، ولكن يظل دي حاجة هتعلم مع الناس جدا. لان الشخص اللي شافك وانت عجبه وبعدين انت اترفضت قد تقابله في مكان تاني خالص وفي شركة تانية ويقبلك بس عشان هو قابلك مرة وانت قلت له حاجة حس ان انت فعلا جواك شخص بيفكر. الخطوة السادسة، احنا اتكلمنا قوي 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 عن الايه، عن اللي انت هتقوله في الانترفيو، ودي كانت الخطوه السادسه. ولكن نقطه مهمه جدا وانت رايح الانترفيو بالذات في بعض الدول مهم جدا عندهم اللبس. فانت قبل ما تروح الانترفيو الشخص اللي بعت لك ابعت رد عليه بايميل وقول له ايه الدريسنج كود بتاع الشركه بتاعتك، ايه كود اللبس عندكم بيبقى شكله عامل ازاي، هل اجي لابس كاجوال، هل اجي لابس قميص وبنطلون، هل اجي لابس بدله. للاسف دي حاجات ممكن انت تترفض من اول نظره بسبب انك جاي لابس لبس مش مناسب للدريسنج كود. انت رايح تقدم في شركه متراميه الاطراف، شركه كبيره مالتي ناشونال، وهم عندهم يفرق قوي اللبس. انت لو رحت لابس اي كلام هيقول لك ده هو اصلا ما كلفش نفسه وعرف الدريسنج كود بتاعنا. فدي نقطه مهمه جدا. وطبعا تروح قبل ميعادك ب10 دقائق عشان المواصلات الزحمه، توصل ولا مش هتوصل. وبعد ما تخلص الانترفيو اوعى تسالهم عن رايهم فيك، اوعى اوعى اوعى، لان ما عندهمش راي في اللحظه دي، وهيبان ان انت بني ادم مستعجل ومش محترف.
موظف مش بروفيشنال، لان القرار ده مش قرار شخص، ده قرار اكتر من شخص. فسيبهم كده يقعدوا مع بعض ويتكلموا، وبعدين بعد كده هيردوا عليك يقول لك انت معانا او مش معانا. الخطوة السابعة والأخيرة، اتقبلت الحمد لله تمام، طيب يلا بينا. اترفضت برضو الحمد لله تمام، يلا بينا. وهنرجع نسألهم بصورة احترافية، صورة بروفيشنال، ان طب انا اترفضت ليه؟ طب ايه اللي انا عملته غلط وكان ممكن اعمله احسن؟ انا بس حابب اخد الفيدباك ده او رأيكم عشان المرة الجاية لما اقدم، لان انا بعد ما خدت جولة عن الشركة والمنتجات والناس حبيت ان انا اكون موجود معاكم. وفي اللحظة دي هنقوم راجعين تاني للخطوة رقم 1 ونرجع نقدم تاني على شغل لحد ما ان شاء الله ربنا يرزقنا ونلاقي شغلانه. طيب تعالى نقول حاجه كده سريعا. لو انت اترفضت في الشغل، الرفض شيء مش كويس، والرفض شيء ما حدش بيحبه وما حدش يعني حاجه وحشه. يعني واحد يقول لك انت مرفوض، انت مش معانا، انت، فدي حاجه مش كويس. ولازم تخلي بالك انك تلاقي شغلانه في مجال البرمجه اوقات بتكون حاجه سهله جدا 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 جدا، اوقات بتكون حاجه صعبه جدا 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 جدا. لانه في الاول والاخر الشغلانه اللي انت هتاخدها او الشغلانه اللي هترفضك ده عباره عن رزق. لو انت ليك رزق انك تشتغل في الشغلانه دي، حتى لو انت ما بتشتغلش في ولا فريم ورك ولا تعرف اي حاجه من اللي هم بيشتغلوا فيها، لو ربنا كاتب لك انك تشتغل فيها هتشتغل. واوقات انت بتبقى عارف كل حاجه وحافظ ومذاكر كل حاجه هم بيشتغلوها، وفي الاخر بتترفض، عشان في الاول والاخر ده رزق. كونك اترفضت في شغلانه ده مش معناه ان انت مش كويس، او ده معناه ان ده بسببك او بسبب ادائك او بسبب خبرتك، لا نهائيا. اولا ده رزق، ثانيا قد تكون انت ممتاز جدا 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 ولكن مش مناسب للبيئه بتاعتهم، وقد تكون البيئه بتاعتهم لسه مش جاهزه ان هي تستقبل ناس زيك، او قد يكون سبب انك اترفضت لاسباب خارجه عن ارادتك، انك كنت رايح الانترفيو، ركبت المواصلات، البنطلون اتقطع، رحت البنطلون مقطوع، خلصت اترفضت. ده سبب خارج عن ارادتك. صحيح انت كان ممكن تأجر عربيه، كان ممكن يبقى عندك عربيه، ولكن كل دي برضو حاجات خارجه عن ارادتك. ما انت كل يوم بتركب مواصلات وما بيحصلش اي حاجه، اشمعنى في اليوم ده حصل؟ فلما تترفض في الشغل اعرف ان ده رزق وده ربنا كاتبه. يمكن كان من احسن لك انك ما تشتغلش في الشركه دي عشان كده اترفضت، او يمكن كان احسن لك انك تشتغل فيها عشان كده اتقبلت. اكتبوا لي تحت في التعليقات عن خبراتكم في الانترفيوهات وعن نتائجها. ولو انت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي ولسه داخل انترفيو، اكتب لي برضو بعد ما تخلص الانترفيو عن اللي حصل معاك في الانترفيو، وهل الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لك ولا لا. وزي كل مره لو عجبك الفيديو ده ادينا اللايك المتين، لان اللايك بيساعد في انتشار الفيديو. ولو حابب انك تشوفنا تاني وتشوف فيديوهات تاني لينا، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان دايما يوصلك كل جديد. وممكن تشارك الفيديو ده مع حد من اصحابك، حد رايح يعمل انترفيو، حد بيدور على شغل، شاركه معاه على الواتساب، ابعته له، او حتى ابعته على الوول عندك، حطه بوست عندك على الفيسبوك. ولحد ما اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، اشوفكم بخير والسلام عليكم.